ده مش شفاط ثدي، ومش وظيفته الاساسيه ان انت تستخدمي اللبن اللي خرجه ان انت تديه للبيبي. ودي الحلقه الاولى من ازاي تختاري شفاط ثدي مناسب ليكي. وظيفته الاساسيه هي تفريغ ثدي الام من اللبن اللي فيه، وبعد كده بنكب اللبن ده. ليه بنكبه؟ علشان الشفاط ده مش بيكون معقم بطريقه سليمه، فما ينفعش ان احنا نستخدمه علشان اللبن اللي شفاطه بيكون عرضه للتلوث. طب ايه الحالات اللي تخلي الام تستخدم النوع ده؟ اول حاجه ان الطفل في الحضانه الام مش عايزه توقف رضاعه طبيعيه، بتستخدم النوع ده ان هي تنزل اللبن اللي في الثدي. تاني حاجه الطفل بياخد كفايته من لبن الام، بس الثدي بيفضل ممتلئ باللبن، فالام بتستخدمه علشان تفضي الثدي. تالت حاجه في حالات تحجر الثدي، امهات كتير بتبتدي ان هي تستخدم النوع ده علشان تفضي الثدي علشان ما يعملهاش التهابات. رابع حاجه ان في امهات بتستخدمه كنوع من انواع التحفيز للثدي، يعني قبل الرضاعه الام بتستخدمه يحفز الى حد ما الغدد اللبنيه عندها، فالطفل يقدر ان هو يرضع بصوره سهله. خامس حاجه في امهات بتستخدمه في حاله الحمل المسطحه. وبس كده، استني الفيديو اللي جاي علشان هنتكلم عن نوع مهم جدا من الشفاطات اليدوي، وهو الشفاط السيليكون، ويا ترى ايه هي استخداماته وايه هي مميزاته. انا عمر محمد بقدم لكم نصايح ومنتجات ليكي ولطفل.